حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا في موعد جديد مع مواعيدنا الاسبوعيه بعيون حفيظ دراجي للحديث عن اهم وابرز محطات الكرويه للاسبوع. هذه المره كانت مهمه، ليست كثيره ولكن مهمه جدا. نبداها طبعا بالشان القطري مع اول خرجه للمدرب كارلوس كيروش واول قائمه يستدعيها المدرب البرتغالي الجديد للمنتخب القطري تحسبا الكأس الذهبية، كأس الكونكاكاف المقررة هذه الصائفة. طبعا القائمة التي استدعاها المدرب أثارت الكثير من الجدل في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة مع غياب نجوم الفريق على غرار حسن الهيدوس القائد الفريق، أكرم عفيف، وكذلك أبو علام خوخي من السد القطري، واستدعاء لاعبين جدد. البعض قال بأنه هو مؤشر لتحول جديد على مستوى المنتخب القطري، وهذه التغييرات وهذه المستجدات تبعث نفس جديد في المنتخب القطري اللي صار له منذ كأس آسيا 2019 تقريبا يلعب بنفس التركيبة وبنفس التشكيلة وبنفس المدرب إلى غاية إقالته بعد مونديال، إلى غاية إقالته بعد مونديال قطر الأخير. بعد يقول بأن هذا القرار صائب ويجب أن نعطي الفرصة للاعبين آخرين موجودين في الدوري القطري. البعض الآخر عارض الاستغناء عن بهكذا شكل، استغناء عن حسن الهيدوس وأكرم عفيف وأبو علام خوخي وبعض ركائز المنتخب. بين هؤلاء وأولئك البعض الآخر اعتبر بأن هذا الأمر هو مؤقت فقط. يبدو أن المدرب كارلوس كيروش أراد أن يريح بعض اللاعبين بسبب ضغوطات الموسم الطويل جدا، والأمر لا يتعلق باستغناء عن هؤلاء اللاعبين، سرعان ما يستدعيهم للمشاركة في الكأس الذهبية مستقبلا، ثم المشاركة أيضا في كأس آسيا 2024 في يناير 2024 المقررة في الدوحة، وفرصة كذلك في تربص فيينا هذا التحضيري للكأس الذهبية أنه يشوف لاعبين آخرين في نوادي أخرى عسى أن يكونوا سندا ودعما للمنتخب القطري في المسابقات القليلة المقبلة. ولكن على العموم الكثير يريد أن يتريث وينتظر ماذا يفعله كارلوس كيروش بالمنتخب القطري في الأيام القليلة المقبلة. طبعا من قارة آسيا نتحول إلى قارة إفريقيا لنذكر بالمستجدات المتعلقة بالكرة الإفريقية والجزائرية بالدرجة الأولى، خاصة على مستوى رئاسة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. تذكرون منذ مدة كنت ذكرت في واحدة من مواعيدي بأن باتريس موتسيبي لن يترشح لعهدة ثانية على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. هو لم يعلن على كل حال لحد الآن. الجمعية العمومية الاستثنائية ستكون في شهر يوليو المقبل في العاصمة البنينية، المستجدات التي ظهرت على الساحة، وكنت قلت أيضا بأنه أو بالأحرى لا، لما أقول بأن رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سينغور سيكون المرشح لتولي رئاسة الكونفدرالية. ظهرت في الأيام القليلة الماضية مستجدات جديدة توحي بأن المرشح السنغالي لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية قد لا يكون سينغور، وإنما فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي قرر إنفانتينو رئيس الفيفا التخلي عنها أو التخلص منها خلال الفترة القادمة، وبالتالي توجيهها نحو أو ترشيحها نحو رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى يستمر هذا نفوذ الفيفا على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي كما لاحظتم كان في عهد أحمد ثم ازداد أكثر في عهد موتسيبي الذي كان انتخابه على رأس الكاف بإعاز من الفيفا. حتى انتخابات النواب الرؤساء وأعضاء اللجنة التنفيذية كان بإشراف الاتحادية الدولية لكرة القدم. الجديد هنا إذن هو أن الرئاسة ستكون سنغالية، ولو أن السنغاليين يستحقوا بالنظر لتتويجاتهم مؤخرا من الأكابر إلى أقل من 17 سنة ونتائجهم الرائعة جدا، بغض النظر عن سينغور أو فاطمة سامورا، فإن الحراك اليوم الموجود على مستوى الهيئة القارية كبير وكبير جدا.
في محاولة لدعم واحد من المرشحين، ولو أنه سيكون هناك مرشح واحد من السنغال لن يترشح أكثر من مرشح واحد، ولكن كل شيء متوقف على باتريس موتسيبي ورغبته في الاستمرار. تعرفوا باتريس موتسيبي بأنه ضيع الكثير من الأشغال خلال السنوات القليلة الماضية، وتعرفوا بأنه هو واحد من أفراد عائلة الرئيس جنوب إفريقيا الذي يتأهب لتقديم ترشحه لرئاسة جنوب إفريقيا في شهر مارس من السنة القادمة. وتعرفوا أيضا بأن باتريس موتسيبي هو الذي سيقود حملة الرئيس، فبالتالي هذا واحد من الأسباب التي قد تمنع باتريس موتسيبي من أن يترشح إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى أسباب أخرى ذكرتها تتعلق بما يحدث على مستوى الهيئة القارية. ما يحدث على مستوى الهيئة القارية هو الذي يصعب كذلك من مهمة جايد زفزاف الذي سينافس على عضوية اللجنة التنفيذية للكونفدرالية بنفس المناسبة، يعني في الجمعية العمومية الانتخابية. سينافس الليبي عبد الكريم الشملاني الذي يبدو من خلال المعطيات التي نملكها أوفر حظا، والأصداء من داخل البيت الإفريقي تقول إذا تحصل جايد زفزاف على 10 أصوات فهو واو في أفضل أحواله، لأنه العملية حسمت من زمان على مستويات عدة طبعا. والممثل ورئيس الاتحاد الليبي اللي هو عضو في اللجنة التنفيذية يريد أن يجدد، لأنه هذه تجديد نصفي للهيئة، عنده حظوظ أوفر من رئيس الاتحاد الجزائري جاهيد زفزاف الذي يوجد في وضعية صعبة على المستوى المحلي وحتى على المستوى القاري. لم يتمكن من صنع علاقات قوية جدا مع الأسرة الكروية الإفريقية، ويجد صعوبات كذلك على الصعيد المحلي بسبب النتائج المتردية وبسبب المشاكل المتراكمة وبسبب تذمر إعلامي وجماهيري وتذمر حتى صناع الكرة في الجزائر، سواء رؤساء أندية أو مدربين أو حتى ملاحظين ومتابعين. من قارة إفريقيا نعبر إلى القارة الأوروبية، القارة العجوز التي كان فيها الحدث هو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع تأهل الإنتر والمان سيتي إلى النهائي. الإنتر للمرة السادسة، المان سيتي للمرة الثانية، في سيناريو لا أقول لم يكن متوقع، ولكن على الأقل لم يكن متوقع بهذا الشكل. كان ربما البعض يتوقع أن الإنتر يتأهل، ولكن ليس بذلك الشكل بفوزه ذهابا وإيابا على الميلان في نفس الملعب، وبذلك السوء الذي ظهر به الميلان سواء في لقاء الذهاب أو حتى في لقاء العودة. الميلان الذي أظهر بأنه حد قدراته هي هكذا، وصوله للدور النصف النهائي يعتبر نتيجة كبيرة جدا بالنظر لما يملكه من مؤهلات، في حين الإنتر بلوغ الدور النهائي هو امتداد لنتائجه خلال 3 سنوات الماضية مع فوزه بلقب الدوري ثم كأس إيطاليا ثم وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي ثم وصوله أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين سيتي كان في مواجهة البطل. مباراة كنا نقول بأنها مفتوحة على كل شيء، في نهاية المطاف كانت مغلوقة على ريال مدريد تماما بعد شوط أول رهيب استثنائي غير منتظر لا مثيل له فرضه السيتي على فريق ريال مدريد الذي فاز عليه بالأربعة في نهاية المطاف، هدفان في كل شوط، بشكل جعل عشاق الريال يبقون صامتين مبهوتين أمام ذلك التوهج الذي ظهر على عناصر مانشستر سيتي في مباراة الدور نصف النهائي الثانية مقارنة بالمباراة الأولى. إذن الإنتر تأهل مستحق ومنطقي، عودة بعد 13 سنة من الغياب عن نهائي دوري أبطال أوروبا. الميلان خروجه عادي ومنطقي، ريال مدريد خروجه يمكن اعتباره عادي ولكن ليس بذلك الشكل الذي يسيء إلى ريال مدريد أنه يخرج بالأربعة أمام مانشستر سيتي. أي نعم مانشستر سيتي غول، أي نعم مانشستر سيتي فريق قوي، أي نعم هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن ريال مدريد لم يقاوم، لم يصمد، لم يرد، خاصة في الشوط الأول. حاول في الشوط الثاني ولكنه لم يقدر، بل تلقى هدفين لتكون المحصلة أنه ريال يفقد لقبه. سيتي كما كان متوقع هو المرشح الأول، ولكن الإنتر قادر يفعلها في المباراة النهائية بالنظر لما يملكه من فرديات ومن روح ومن مجموعة ومن نمط لعب يصعب من مهمة أي فريق، بالاستناد على ثنائي الهجوم لوتارو مارتينيز وجيكو والاستناد على مجموعة متكتلة في الخلف تخلق صعوبات كبيرة جدا بالنسبة
لمانشستر سيتي الذي يتوجه نحو تحقيق الثلاثية بفوزه لملاعب دوري الأبطال، بالدوري يقترب بنسبة كبيرة، ثم بكأس إنجلترا، كأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من شهر يونيو، أسبوع قبل المباراة النهائية في إسطنبول، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول. حدث صنعه السيتي، الحدث تصنعه الكرة السنغالية، وإمكانية رحيل موتسيبي، وكذلك مجيء فاطمة سامورا أو سنغور رئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الأحداث القادمة ستكون مثيرة جدا وربما مفاجئة للكثير من المتابعين للشأن الكروي في جميع القارات وعلى الصعيد العالمي، خاصة فيما يتعلق ببيع مانشستر يونايتد، فيما يتعلق أيضا بوجهة ليو ميسي، والتي ستكون محور فقراتنا ومواعيدنا القادمة بإذن الله. سلام. 9